ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا مي. بما انه بقى النهارده الجمعه، فاكيد كلنا ان شاء الله يعني بنروح عند اهلنا، ربنا يخليهم لنا يا رب وما نتحرمش منهم ابدا. فالنهارده هنعمل فيديو بسيط كده، صورت لكم احنا عملنا ايه، وان شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو. اول حاجه هنعملها هنحط معلقه سمنه، وهنبدا نعصج اللحمه للجلاش. هنزل الاول باللحمه وابدا افكها كده من بعضها. ابدا اديلها صدمه كده في معلقه السمنه، وهنبدا كل شويه نقلبها من فوق لتحت كده عشان كلها تبقى لون واحد. واحط لها رشه ملح ورشه فلفل اسود. اقلبهم تقليبه كده، وبعدين انزل بقى بالبصل اللي احنا يا اما مقطعينه قطع صغيره يا اما ضاربينه في الكب، وابدا اقلبهم مع بعض عشان البصل يدبل كده وكله ياخد ويدي مع بعضه كده. وكده بقى اللحمه المعصجه خلصت عشان ده احنا عاملينها للجلاش. ونبدا بقى في صينيه البسله. هنحتاج جزر مبشور وبصل وقطع لحمه، وهنحتاج كمان عصير طماطم واكيد البسله. هحط معلقتين سمنه كده، وبعدين احط اللحمه اديلها صدمه كده وتشويحه من الجوانب كلها. بعد ما تاخد صدمه من الجوانب كلها ننزل عليهم بالبصل. نديلهم تقليبة كده، وبعدين لما يتبلهم نبدأ ننزل عليهم الجزر المبشور، وبرضك نرجع نقلب كده تقليبة، وبعدين ننزل عليهم بعصير الطماطم. نقلب تقليبة كده، وبعدين ننزل عليهم بالبسلة مغسولة ونحطها عليها على طول. اول ما يبدأوا يتسبكوا في بعض كده هنزل عليهم شوية مية وملح وفلفل وبس كده، ونبدأ بقى نجهز الجلاش. هنحتاج سمنة وهندهنها دهنة حلوة كده الصينية، وبعدين هنبدأ نحط الجلاش. بعد ما حطيت نص لفة الجلاش بين طبقة وطبقة دهنة الزبدة او دهنة السمنة، وبعدين هنبدأ نحط اللحمة المعصجة ونفردها كويس جدا عشان تبقى متوزعة في كل الاتجاهات. وبعدين بقى نبدأ نحط الطبقات التانية. نبدأ بقى نعدل الحروف كده وندخلها كده في الجوانب ونظبطها عشان يبقى شكلها حلو، وبعدين هنقطعها ونجهز بقى الخليط اللي هنسقيها بيه. هنحتاج بيضة وملح وفلفل وكوباية لبن. بعد ما قلبته كلته مع بعضه هنزل بقى على الجلاش
نوزعها على الجلاش عشان تبقى كل حتة شاربة. وبعدين كده بقى بعد ما خرج القمر من الفرن، الجلاش من الفرن، وكده بقى الغدا بتاعنا كلته خلص. كنا عاملين الفراخ، صينية فراخ كنت عاملاها معاكم قبل كده، ورز بشعرية، وصينية البسلة بعد ما دخلتها الفرن خدت ايه وش من فوق. وكده بقى بنقطع عشان نتغدى. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان اكتبوا لي في الكومنت حابين ان انا اجرب ايه في الفيديوهات الجايه. وباي باي.